ها يا جماعه تعالوا نعمل سينابون مع بعض. اول حاجه هنحط دقيق، هنحط كوبايتين دقيق، وهنحط نص كوبايه سكر، وهنحط رشه بيكنج باودر كده او يعتبر معلقه يعني، وهنحط معلقتين خميره، استنى اجيب اسباتيولا، ورشه ملح. ماشي، هنقلب كده مع بعض. هنسيب ده بقى على جنب ونبدا في الحاجات السهله. هنعمل بيضتين، هما صغيرين فهنعمل بيضتين. هنحط معلقه ربع كوبايه زيت، وكوب لبن. هنحط بقى كوب لبن ونقلبها. هنقلب بقى السوائل مع بعض كده. تعالوا بقى نشيل الكراكيب ده وهرجع لكم. هنحط بقى دقيق والخميره والبيكنج باودر. ونسيت اقول لكم احنا بنحط الخميره على الحاجات السائله. نحط واحده واحده كده علشان بس ايه ما تكتلش. ونقلب. عايزين العجينه تكون ناعمه. نقلبها بقى. هنبدأ بقى نحط دقيق ماشي علشان لحد ما نقدر ان احنا نمسكها ونحس ان احنا عارفين نمسكها ونعجنها كويس. كل ما تكون عايزة تكون بتلزق نحط لها دقيق. هنفضل بقى نعجن فيها. لو بتلزق هنحط دقيق، ولو جمدت هنحط لبن. هي كده حلوة اهي. هنغطيها بستريتش ونحطها في الفرن، ندفي الفرن ونحطها تاخد نص ساعة. لو غطيناها بس هتاخد ساعة. هجيلكوا تاني. شكلها اهو بعد ما عجنتها. هغطيها بستريتش وهسيبها تخمر ساعة وهجيلكوا. بعد ما خمرت اهي هاخدها بقى. الاول هرش رشة دقيق كده علشان بس ما تلزقش. هنزلها بعدين هفردها بقى.
مش عايزاها تكون السمك بتاعها طري ولا السمك بتاعها، مش عايزاها يكون السمك بتاعها كبير ولا صغير. السمك ده حلو جدا. هنحط بقى زبدة او سمنة. بعدين ده سكر وقرفة. هعمل كده، هوزعه كله على العجينة كده. حطينا القرفة والسكر اهو. هنبدأ بقى نلف بالراحة جدا. هنلفها بالراحة. حطيت في الطاسه كده، في الصينيه حطيت زبده او سمنه، اي حاجه انتوا اللي عندكم. وهحط ورقه زبده كمان عشان اطمن ان هي ما تلزقش واطمن ان هي ما تتحرقش. هنقطع بقى السينامون رولز كده. هنقطعهم عشان نقطعهم قطع. هقطعهم ل 12 قطعه. هقسم الاول ل4 وبعد كده هقسم ل3 بعد كده هقسم كل واحده ل4. هنقطعها لا اما بالسكينه لا اما بالخيط، بس هجرب الاول بالسكينه. بصوا، هقطعهم بقى كلهم وهحطهم كده، اثبتهم في الصينيه. عملتهم كده بقى برضو هغطيهم واسيبهم يخمروا. هما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هما عملوا معايا 11 سينابون. هخليهم برضو يخمروا وهرجع لكم. هي خمرت اهي. هحط بقى على وشها كده زبدة او سمنة وهدخلها الفرن. هي خمرت اهي. هحط بقى على وشها كده زيت